السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا في الحلقة اللي فاتت إن وستيريا قررت تروح مع القائد لمقر المنظمة علشان تساعد في إنقاذ سنو، وإن المعركة بتكون بدأت في المقر. فحضر المشروب أو السناكس بتاعتك وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ. بعد ما النائبة أعلنت بداية المعركة بنعرف إن مجموعة كبيرة من الشياطين وصلوا لمكان المنظمة، وبنشوف دانتيليون بيخترق باب مقر المنظمة ومعاه لوثر وتاكينامي، وبعدين الجنود بيبلغوا نائبة القائد عن وصول دانتيليون، والنائبة بتأمرهم بإخلاء المكان وتفجيره، بس ده بيكون بدون أي تأثير على مجموعة دانتيليون. وبعدين بيتغير بينا المشهد لمكان مجموعة وستيريا واللي بيكونوا لسه في الطريق، والقائد بيكون قلقان على إبرت وجنوده، ووستيريا بتقول إنها بتتمنى يكونوا بخير، والقائد بيقول إن نائبة المنظمة ذكية وأكيد مش هتسيب فرصة للشياطين. وبنرجع تاني لمقر المنظمة وبنشوف إبرت وصلت لمكان دانتيليون، وبتقول إنهم كانوا مجهزين لهجر المكان وإنها مش هتسمح لهم بتنفيذ خطتهم، وبتقول لتاكينامي إنها ما كانتش تتمنى تشوفه في الهيئة دي. وبتظهر أستروت وبتكون غضبانة من تصرفات دانتيليون، ودانتيليون بيسخر منهم بسبب حقيقة إن شيطان عامل عقد مع صائد الشياطين، وأستروت بترد وبتقول إن عندها أهدافها الخاصة وده سبب تعاونها معاهم، وبتتحول لشكلها الشيطاني وبتحاول تهجم على لوثر، بس دانتيليون بيصد الضربة عنه، ولوثر بيسأله إزاي هيقدروا يحاربوا شيطان طاير، ودانتيليون بيقول إنها مش هتقدر تستفاد من قوتها الكاملة في الطيران علشان المكان بيكون صغير ومقفول. وفي نفس اللحظة تاكينامي بيهجم على أستروت وبيكون سريع جدا، بس أستروت بتعرف تتفادى الضربات وبتضربه ضربة بالطيارة بعيد، وإبرت بتهجم عليه بالرمح بتاعها وبتدي الإشارة لأستروت بالهجوم، وأستروت بتهجم عليه وبتقطع له إيده وقرونه الشيطانية، وتاكينامي بيبقى ضعيف ومش قادر يكمل المعركة، ولوثر بيقول إن إبرت فعلا شخص ذكي وبيهجم عليها، وإبرت بتصد الهجوم، ودانتيليون بيكسر الأرض بهجوم قوي. وبعدين بنشوف فلاش باك لوقت مقابلة إبرت لقائد المنظمة، وبنعرف إنه كان طفل في الوقت ده وطلب إنه يبقى فرد من المنظمة، وإن إبرت كانت الشخص الوحيد اللي بيعامله كبشري، وإبرت بيه في المنظمة لحد ما بقى قائد المنظمة. وبنرجع للمعركة تاني وإبرت بتقول إنها مستعدة تضحي بحياتها علشان تساعد القائد، ولوثر بيسخر من كلامها وبيقول إنهم هيقضوا على كبريائها، وبيفعل التحكم المحدود للقوة مع دانتيليون. وبيتغير بينا المشهد لمكان وستيريا واللي بتكون حاسة بقلق فجأة ومش عارفة سببه، وفي نفس اللحظة بنشوف إن المعركة في المقر انتهت وإن إبرت بتكون مصابة بجروح خطيرة، ولوثر بيحاول يهجم عليها بس تاكينامي بيضربه وبيوقف التحكم المحدود في القوة، وبيتأسف لإبرت عن فشله في مهمته، وإبرت بتكون سعيدة وبتقول إنها كانت خايفة إن تاكينامي يموت معاها في المكان. وفي اللحظة دي أستروت بتاخد تاكينامي وبتهرب، وبنعرف إن إبرت طلبت منها مساعدتها في المعركة وإنقاذ تاكينامي في مقابل روحها لما تموت، وإنها قررت تضحي بنفسها وتفجر المكان بالديناميت وتقضي على لوثر ودانتيليون. بعدين بنشوف فريق وستيريا وصل للمكان، وبنشوف تجمع كبير للشياطين في مكان المقر، والقائد بيكون متفاجئ وبيقول إن الشياطين مستحيل يتجمعوا مع بعض في مكان واحد، وستيريا بترد وبتقول إن ده بسبب رائحة بتشد الشياطين للمكان، وإن المسؤول عن التجمع ده بيكون شيتوري، والقائد بيطلب من مارباس وستيريا وقفوا شيتوري وبيقول إنه هينفذ لهم أي طلب في المقابل. وبنشوف القائد في طريقه للمقر وبيكون قلقان على إبرت، وفي نفس اللحظة بتوصل أستروت وبتقول له عن خطة إبرت في تفجير المكان والتضحية بنفسها، وإن ده بيكون كلامها الأخير للقائد، والقائد بيحاول يوصل للمكان بسرعة بس إبرت بتفجر المقر والقائد بيكون مصدوم. وبيتغير بينا المشهد لمجموعة وستيريا واللي بيكونوا وصلوا لمكان شيتوري، وستيريا بتقدر تحس بوجود أخوها واللي بيكون اتحول لشيطان، وشيتوري بيقول إن سنو دلوقتي المتعاقد بتاعه، وستيريا بتكون مصدومة، ومارباس بيقول إنه مستحيل يعمل العقد من غير ما سنو يوافق عليه، وشيتوري بيرد عليه وبيقول إن ده فعلا صح بس هو قدر يتلاعب في عقل سنو وقدر يعمل العقد معاه، وبيقول روابط البشر مجرد شيء ضعيف وإنه هيوريهم القوة الحقيقية للشياطين، وبيفعل التحكم المحدود للقوة، وستيريا بتقع على الأرض وبتفقد الوعي، وبنعرف إن ده بيكون تأثير قوة شيتوري. وبعدين بنشوفه هو وستيريا في المدينة وبيقول إنهم في ذكريات وستيريا وإن شيتوري هو اللي بيكون متحكم في العالم ده، وبيقول إن السنة في العالم ده بثواني من العالم الحقيقي، والمكان ده هيكون عذاب لوستيريا، وبيرميها تحت عربية ماشية ووستيريا بتظهر تاني جنبه، وبيقول إنها كل ما تموت في العالم ده هترجع لنقطة البداية، وإن الحل للخروج من المكان ده بيكون إنها تختار واحد يموت ما بين مارباس أو سنو. وبعدين وستيريا بتعرف إن شيتوري بيكذب عليها وإنها بتكون في ذكريات سنو. وبعدين بنرجع للواقع تاني وبنشوف مارباس ونابيريوس مش قادرين يوقفوا سنو لأنهم بيكونوا مش عايزين يأذوه علشان وستيريا، وشيتوري بيضحك وبيقول إنهم هيموتوا لو مش هيبدأوا يهاجموا سنو، وديانا بتسأله عن سبب اللي بيعمله، وشيتوري بيقول إنه بيحاول يثبت إن روابط البشر بلا معنى وإنه بيكرههم كلهم وعايز يشوفهم بيندموا على عقدهم مع بعض.
وبيختفي وبيرجع تاني لعالم ذكريات سنو، وبيتفاجئ لما بيشوف وستيريا كبرت في السن وقدرت تعيش في العالم ده وبتحاول تلاقي حل للخروج منه، وبيختفي تاني. وبعدين بنشوف وستيريا بتوصل لبيتهم القديم وبيظهر لها شيطان وبيقول انه كان مستنيها لوقت طويل وان جسمه بيكون مربوط بروح سنو، وبيقول انه عارف كل حاجة عن ماضي سنو وان سنو مش بيحبها لانها كانت السبب في انه يكون عبد واشتغل في سن صغير علشان يقدر يشتري لها اكل. وبنعرف ان في مرة سنو شاف شيطان وعمل عقد معاه وحرق مزرعة السيد اللي كان شغال معاه، بس تاكينامي ظهر وقتل الشيطان ده وخد سنو لمنظمة فرسان السيف ووعده انه هيسيبه يرجع لبيته لما يكسب ثقة المنظمة. وبعد ما بيعدي سنين بيرجع سنو لمكان بيتهم القديم وبيلاقي وستيريا مش موجودة في المكان، وبعدين بيقول انه عمل كل ده علشانها، وفي الاخر بتفضل انها تكون مع مرباس وبيحاول يهجم على وستيريا بس بيشوف الدمية اللي بتكون في ايديها وبيوقف الهجوم، وسنو بيحاول يرجع لوعيه. وبعدين بنعرف ان سنو عمل رهان مع شيتوري وانه هيقبل العقد معاه مقابل ان وستيريا تدخل ذكريات سنو، وان شيتوري هيخسر الرهان لو وستيريا قدرت تنقذ سنو. وستيريا بتفهم ان كل اللي بيحصل ده بيكون رسالة من سنو وبتستدعي مرباس مقابل عينيها تاني في ذكريات سنو، ومرباس بيقضي على الشيطان بضربة واحدة، وشيتوري بيتعصب وبيرفض خسارته وبياخد مرباس لمكان تاني، وبنعرف ان المكان ده بيكون عالم ذكريات شيتوري. ومرباس بيقوله ان خسر الرهان وشيتوري بيرد وبيقوله ان عايز يتكلم عن ماضيهم مع سيدهم القديم وبيسأله لو كان فاكر اي حاجة، ومرباس بيقول على الرغم انه مش فاكر حاجة بس بيكون حاسس ان سيدهم القديم شخص مهم بالنسبة له. وشيتوري بيفكروا بماضيهم وبنعرف انهم كانوا بشر وكانوا عايشين مع ساحر، وبعدين جيش المدينة هجم على المكان وموتهم كلهم، والساحر بيكون غضبان جدا من اللي حصل وبيعمل لهم احياء تاني على هيئة شياطين. وبنعرف ان الساحر ده هو الشيطان ابو 3 عيون واللي خلى قائد المنظمة خالد. وبعدين شيتوري بيقول انهم مش فاكرين حتى شكل الراجل اللي كان زي اب ليهم وبيكرروا نفس الشيء مع البشر من تاني، وان الروابط بالنسبة لهم بتكون وهم. ومرباس بيتعصب بيضرب شيتوري وبيقول له هو قدر ينسى سيده واكيد هينسى وستيريا بعد زمن، بس الروابط شيء مهم وموجود فعلا حتى لو لفترة قصيرة في حياة الشياطين الخالدة. وشيتوري بيقول انه مش عايز يقتل مرباس دلوقتي وان المعركة معاهم بقت مملة وانه هيرجع للثبات والنوم تاني، وبيختفي من المكان. وبعدين بنشوف وستيريا ومرباس رجعوا للواقع وبنشوف سنو كمان رجع لطبيعته، وبيتغير بينا المشهد لمكان لوثر وبنشوف دانتيليون متجمد في مكانه لانه استنزف حياته في الدفاع عن لوثر من التفجير، ولوثر بيكون فاكر انه مات بس بيكون لسه عايش، وبيتفق مع لوثر انهم يكملوا المعركة لحد الموت. وفي اللحظة دي بنشوف وستيريا وصلت للمكان ومعاها مرباس وسنو، ولوثر بيفعل التحكم المحدود للقوة مع دانتيليون ومرباس بيفعل التحكم المحدود برضه، وبنشوف دانتيليون بيهجم على مرباس بس مرباس بيقدر يتفادى الضربة وبيكون قلقان على وستيريا وبياخد دانتيليون لمكان بعيد عن المكان اللي موجود فيه وستيريا. وبنشوف لوثر بيحاول يهجم على سنو بس سنو بيتفادى الضربة. وعلى الجانب التاني بنشوف دانتيليون ضرب مرباس ضربة قوية جدا وبيقول له ان ناوي يموت في الحرب دي وعلشان كده لازم يستمتع بقتاله الاخير، وبيهجم عليه بمطر من السيوف. وبعدين بنشوف مرباس بيستعد لهجوم قوي وبيقول انه موجود لحماية وستيريا وانه مش هيخسر المعركة دي لانه عايز يقضي وقت اطول معاها، وبيضرب دانتيليون برمح من النار. وبعدين بنشوف لوثر بيستدعي دانتيليون وبيعمل تفعيل كامل لقوته بدون اي حدود، ودانتيليون بيحاول يهجم عليهم بس مرباس بيقدر يصد الضربات وبيحاول يهجم على دانتيليون بس دانتيليون بيهاجم بهجوم اقوى وبيقدر يدمر هجوم مرباس وبيوقعه على الارض، وبيحاول يهاجم وستيريا بس نابريوس بيوصل للمكان وبينقذهم في الوقت المناسب وبيفعل التحكم المحدود للقوة مع ديانا، وبيقول لمرباس انه هيوفر له وقت يجمع فيه هجوم قوي علشان يقدر يوقف بيه دانتيليون، وبيحاول يهاجم دانتيليون لكن مش بيأثر فيه. وبنشوف أستروت وصلت للمكان بهجوم على دانتيليون وبتقول انه امر من القائد، وبنشوف القائد وجنود المنظمة في المكان وبيهاجموا دانتيليون بالمدافع، وسنو بيضرب لوثر وبيوقع منه مفتاح التحكم في القوة، ودانتيليون بيفقد السيطرة على نفسه وبيبقى وصل لحدوده وبيقرر انه يدمر المكان بكل اللي فيه بهجوم اخير قبل موته. بس في اللحظة دي مرباس بيبقى جاهز هجومه وبيضرب دانتيليون وبيقدر يدمر هجوم دانتيليون وبيقضي عليه، وبيختفي دانتيليون وبيسيب وراه الخاتم بتاعه لوثر، ومرباس بيقول ان ده كان موت مناسب لقائد حروب زي دانتيليون. وبكده بتكون المعركة خلصت وبنعرف ان لوثر اتسجن وخسر كل ذكرياته عن المعركة. وبعد فترة بنشوف مجموعة وستيريا بيستمتعوا بالاكل مع بعض، وفي اللحظة دي بيوصل سنو تاكينامي للمكان وستيريا بتكون مش مصدقة ان سنو موجود، وبنعرف انهم هيكونوا مع وستيريا في رحلتها بامر من القائد علشان يراقبوا مرباس ونابيريوس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، ودي بتكون
تكون آخر حلقة في سلسلة مغامرات وستيريا ومارباس، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله مع أنمي جديد. ولو أنت وصلت معانا لحد هنا وعجبك الفيديو صلي على النبي في كومنت عشان ناخد كلنا ثواب، وما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك للقناة. ويلا سلام.